الذي رفع السماء بلا عمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقسم ظهر الجن. والله الذي لا إله إلا هو. تريد أن تعرف صحة هذه المعلومة؟ تفضل جرب. ما أعطيتها أحد ورجع يقول لي ما تحسنت، لدرجة أنه يصل الإنسان أحيانا كما يقول لي الأخوان اللي جربوا إلى درجات الإغماء. بس لما تيجي تذكر الله يسعدك ويديك الصحة والعافية، تذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يبقى لك تذكره بأعداد إيش؟ كبيرة قليل حتى تستفيد، يعني 1000 2000 مرة 3000 تستفيد صراحة. اللي وجدناه بعد 1000 مرة، بعد 1000 مرة. إحنا لا نهتم بالأعداد، ولكن نبغى توصل لل1000 مرة وأكثر، من أجل أن يكون يتحول من ذكر إلى ضغط، من ذكر إلى ضغط داخلي، وانوي فيه الشفاء. يجوز لك أن تنوي فيه الشفاء، لأنه الاستشفاء بذكر الله سبحانه وتعالى. انوي به شفاءك من مرضك الذي هو داخل بدنك. أكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ما في مشكلة على سائر اليوم. بعضهم يقول ما أقدر أجلس 1000 مرة في اليوم في جلسة واحدة. قلت خلاص في سائر اليوم سويها، بس حاول أن تتعدى 1000 حتى تستفيد. ولذلك حتى تجد نتيجة بإذن الله تعالى من هذا الذكر، لا بد أن تتواصل عليه، تستمر عليه أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، 4 أسابيع، شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور. أنا أقول لك من عندي، خذها من عندي. إذا ما تستخدم برنامج علاجي ثاني ما في مشكلة، بس سوي لي إياها 2000 مرة.